هنعمل مع بعض بقى النهاردة سمبوسة كده. لحماتي اتصلت بيا، قالت لي ايه، قالت لي بص بقى يا وردة، هي بتقول لي يا وردة عايزة تاكل بقى ايه السمبوسك دي من ايدي. قلت لها تمام، ايه عيني حاضر تمام. المهم ايه، جبت بقى انا السمبوسك قبل الفطار كده يعني ما فيش ساعة. تمام، حضرتها وجهزتها وكده، جبتها من عند بتاع الكنافة تمام عادي. هي الباكج دي على بعضها ب25 جنيه. المهم بقى معانا هنا ايه 3 معالق كده من الدقيق. حطيت عليهم ميه وعجنتها زي العجينه اللي كنا بنعملها، فاكرين لما كنا بنعمل كده الفوانيس بتاعه رمضان والحاجات دي بس كنا بنعملها بقى ايه، نفس السمك بتاعها كده بالظبط. حطيت عليها الميه وعجنتها لحد ما بقت بالسمك اللي احنا كنا بنعمله ايه في رمضان وكده للفوانيس بقى بتاعتنا وكده. تمام، ولا خفيفه قوي ولا تقيله. جبنا هنا بقى السمبوسك بتاعتنا. بصوا بنلفها ازاي، سهلة جدا، وبصوا يعني مش تاخد معانا وقت خالص. يعني اظن بقى يعني حاجة لما تتطلب منك كده اكيد هتطلعيها من ايدك روعة روعة الروعة. ومش تاخد معانا وقت خالص. بصوا احنا بنلفها زي الظرف كده، وبنغلفها بنقفلها يعني اللي هو الدقيق والمية العجينة اللي احنا عملناها. بصوا انا هنا قربت لكم الكاميرا او التليفون يعني علشان نشوف كده. بصوا انا حطيت عليها جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، وبحط كده فيها ايه زيتونتين، تدي معانا طعم كده بقى وحاجه يعني تعلي معانا التيست تحفه قوي. وبصوا يعني هي مش بتاخد وقت خالص في اللف، سريع سريع. انا عملتها والله العظيم قبل الفطار بساعه، ما فيش ساعه كمان، يعني كانت ساعه ل10 دقايق عملت فيها السمبوسه كده اهي وزي الفل يعني. طبعا لما حد يطلب منك حاجة بتبقى عينيكي ليه، بتبقي مبسوطة، وبتبقي اللي انت بتعمليها بحب كده، وتبقى روعة الروعة. شايفين بتتلفي كده زي الظرف بالظبط. جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، زيتونتين، ونغلف بقى الكلام دوت زي ما احنا شايفين كده زي الظرف بالظبط. نقفلها بقى بالعجينة دي زي القمر، حلو قوي. طبعا برضو انا في هنا برضو ممكن تعمليها بقى الحشوة دي باللحمة المفرومة. طبعا مفيش لحمة العصاج يعني، مفيش كلام بقى، هتبقى روعة الروعة برضو. وهنا برضو دي جبنة فيتا بالزيتون بقى باللانشون بتبقى كل الأطعمة زي ما انت حابة. دي جبنة فيتا باللانشون، بطعم اللانشون تحفة جدا. احط كده حبة يعني قطعة منها كده زيتون. احط برضو لو حابة تحطي عليها جبنة موتزاريلا حطي، حلو قوي. ونغلفها برضو كده بالشكل اللي احنا شفناه ده، وحاجة كده في منتهى الروعة والسهولة. ولو مش بتعرفي تلفيها هتطلعيها كده بكل سهولة جدا. انا خلاص كل الكمية، شوف هنعمل ايه. بصوا الجمال يعني، شايفين الحلاوة كده والترتيب بقى والجمال ده. يلا بينا بقى على الزيت. جبنا هنا زيت نضيف تماما، ما يكونش علينا فيه اي حاجة خالص، عشان برضو ما ياخدش معانا طعم غير طعم السمبوسك. تمام، هنحطها كده ونفضل بقى نقلبها على الجنبين لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي، وتبقى حلوة قوي. وايه يعني برضو ما تحرقيهاش وما تخليهاش تاخد لون، عشان متبقاش غامقة، لازم تاخد اللون الذهبي الحلو الجميل ده، يبقى بالشكل ده. شايفين الروعة، تحفة ولا أروع من كده حاجة يعني. اللهم بارك، بألف هنا وشفا للي هياكلها طبعا. وبجد والله مبسوطة، وكان يعني يكون الفيديو خفيف على قلبكم كده وحاجة حلوة. وبصوا بقى الجمدان، دي حماتي بقى يا جماعة. بألف هنا، والله مبسوطة جدا ان هي عجبتها قوي، وبجد والله من قلبي بألف هنا ويعني بصوا لو عجبكم بقى الفيديو اشتركوا بقى في القناة ولايك بقى، وفعلوا الجرس لو لسه مشتركتيش. ويا رب اكون خفيفة على قلبكم، واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.